الفيلم بيبدأ بفلاديمير ومديرته بيتكلموا من الشغل وبتقول له انت اتأخرت عن الشغل ولازم تيجي بسرعة، وبيكون بيعدي الطريق وبتيجي عربية وبتخبطه واللي بتكون سايقاها واحدة ست، وخطيبها بيقول للظابط انت عارف سواقة الستات، وفلاديمير بيقول للظابط ان انا اللي غلطان، انا اللي وقفت قدام العربية فجأة، وبيتعرف عليها واسمها نادية، ونادية بتقول للظابط انا اللي غلطان، انا اللي كنت ماشية بسرعة، بس فلاديمير بيدافع عنها وبيقول للظابط انا اللي غلطان، والظابط بيمشي وبعديها خطيبها بيروح يركب العربية بتاعته، وفلاديمير بعديها بيمشي بس نادية بتيجي وبتحصله وبتقوله لازم تروح المستشفى، وبتاخده بتطلع بيه على المستشفى، وبعدها بيبتدوا يتعرفوا على بعض ويوم عن يوم بيقربوا من بعض اكتر، وفلاديمير بيطلب من نادية الجواز وهي بترمي دبلة خطيبها وبتلبس دبلته، ونادية بتجهز فستان الفرح بتاعها، وفلاديمير بيروح ياخد اجازة من المديرة بتاعته وهو شغال مدرس في مدرسة، ومديرة المدرسة بتقوله ان احنا عندنا ماتش مهم ولازم تكون موجود، وبيدي جواب الاجازة لمديرة المدرسة وبيعرفها ان هو هياخد اجازة للجواز، وبيروح محطة القطر بس بيكون في البلدة بتاعته هتقوم فيها بطولة كرة القدم للأطفال، وكل المحافظات بتجيب الفرق بتاعتها عشان يتنافسوا، ونائب وزير الرياضة بيجي وبيشوف فريق كبير في السن وبيروحوا بيقول لهم ان انتوا سنكم اكبر من المسموح، فين المدرب بتاعكم؟ بس فلاديمير بيكون واقف ورا وبيقول له انت مستخبي ليه؟ وبيجيبه وبيقول له الفريق بتاعك المفروض يكون اقل من 12 سنه، بس فلاديمير بيشرح له ان هو مدرس بس مش مدرب الفريق، بس النائب بيقول له البطوله كلها تتلغي لو ما جبتش فريق بكره، وما بيكونش مصدقه، وبتكون مديره المدرسه موجوده وبيطلب منها ان هي تعرفه ان هو مدرس، بس هي بتقول له ان دوت مدرب الفريق بتاعنا، ونائب الوزير بياخد منه جواز السفر بتاعه وبيقول له هسلمه لك بعد انتهاء البطوله، ونائب الوزير بيمشي، ومديره بتقول له ان كده ما عندناش فريق ولازم المدرسه بتاعتنا تدخل البطوله، دور على فريق حتى لو خسرنا، المهم البطوله تتعمل، وبعديها بتمشي وبيكون في مدرب اسمه كولادوف بيسمع الكلام بتاعهم وبيقول له انا سمعت كل حاجه وعندي حل ليك، وفلاديمير بيقول له كل اللي انا عايزه الحق الفرح بتاعي، والمدرب بيقول له دور على 11 لاعب يكونوا تحت ال 12 سنه وجيبهم وكون بيهم فريق، ولما تخسر بكره هتقدر تسافر، وبعدها بيكون في محطه المترو وبيلاقي عيل صغير بيكون بيسرق شنطه واحده، وبيروح يسأله عن سنه وبيقول له عندي 12 سنة، وقال له في بطولة لكرة القدم لو تحب تشارك فيها انت واصحابك، وبعدها خده وعرفه على اصحابه شومان وجيكان، وكانوا رايحين ينصبوا على واحدة، وشومان وقع على الارض وعمل نفسه وكأنها خبطته، وصاحبه جه وابتدى ياخد منها فلوس ونصبوا عليها وقلبوها في الفلوس، وفي 2 توأم بيروحوا يسرقوا الناس اللي على الشاطئ وبياخدوا منهم المحافظ بتاعتهم، وفي 2 صحابه كمان بيسرقوا الناس من الملاهي، وفي طفلين كانوا واقفين عند عربيه بطيخ وبيسالوا الراجل انت سريع؟ قال لهم انا اسرع واحد في صحابي، قالوا له نحب نتاكد، وخلوه يجري ورا البطيخ، وبعدها خدوا البطيخ بتاعه ومشوا، وفلاديمير جمع الفريق بتاعه واتاكد ان كلهم موجودين وقال لهم بكره هنتقابل الساعه 9، وبيروح يكلم ناديه وبيقول لها انا تعبان جدا ومش هقدر اجي بكره ومش هقدر اجي على ميعاد الفرح، وهي بتطمن عليه وبيقفل معاها، وتاني يوم فلاديمير بيجمع فريقه وبيروحوا يلعبوا المباراه بتاعتهم، والنائب بيتأكد ان كلهم تحت ال 12 سنة، وبتبتدي المباراة وبيدخل فيهم اول جون، وفلاديمير بيكون مبسوط جدا انهم بيخسروا، والفريق اللي قدامهم بيقدروا يدخلوا جون تاني، وبينتهي الشوط الاول، بس في الشوط التاني بيطلعوا كل مهاراتهم، وشومان بيعمل نفسه اكنه وقع واتصاب، وبياخدوا كرة ثابتة وبيلعبوا وبيقدروا يسجلوا اول هدف، وبعدها بيلعبوا بطريقتهم وباسلوبهم وبيقدروا يسجلوا الجون التاني، وبتكون النتيجة 2-2، وفي الدقايق الأخيرة بيسجلوا التالت وبتكون النتيجة 3-2، ودول مجرد أطفال متشردين بيقدروا يكسبوا فريق قوي جدا وبيفرحوا جدا إنهم قدروا يكسبوا، بس فلاديمير بيكون زعلان جدا لأنه مش هيقدر يمشي ولازم يكون موجود تاني يوم عشان المباراة الجديدة، وبعدها بيروح يكلم نادية وبيعرفها إن هو مش هيقدر يجي بكرة، وبيقول لها أنا تعبت جدا ومش هقدر أجي، وهي بتكون زعلانة جدا وبتروح تعتذر للمعزيم، وفلاديمير بيروح يقابل كلاديدوف وبيقول له لو انت عاوز تمشي بكره اللي سجل ال3 اهداف عندك كابتن الفريق بتاعك كار، وبيقول له في حل ان انت تجيب له دواء امساك وتخليه ما يقدرش يلعب الماتش اللي جاي، وفعلا بيروح يجيب العلاج وبيحط العلاج في الميه وبيروح يدي الازازه لكار، وبتبتدي المباراه بس كار بيكون متحمس جدا وبيقدر يسجل الجون الاول، وفلاديمير بيقول له خد اشرب تاني شكلك عطشان، وكار بيروح يسجل الجون التاني، وفلاديمير بيقول له طب خد اشرب تاني، وبيكون العلاج لسه ما اشتغلش، وبيكون رايح يجيب الجون التالت العلاج بيشتغل، وبيجري على الحمام، والمدرب بيقول له ان الحارس بتاعك اللعيبه بتخاف منه لازم تغيره، فبيروح يجيب ولد تاني وبيقول له انا عاوزك تكون الحارس بتاع الفريق، وبيجيبه بيخليه يلعب، بس الولد ما يعرفش شكل الكرة اصلا عامل ازاي، وبتبتدي المباراة وبيدخل فيهم الجون الاول، وبعدها زمايله بيجوله وبيعرفوا ان الكرة ما ينفعش تعدي ال3 عرضات دول،
وفعلا بعدها بيقدر يصد الكوره واصحابه بيروحوا يحتفلوا بيه، بس هو بيخاف منهم وبيخش بالكوره جوه الجون، وبيبتدوا يعرفوه ان الكوره ما ينفعش تعدي الخط اللي على الارض، بس اخيرا بيفهم وبيكون احسن من الحارس اللي هو مشاه اصلا، وبيقدر يصد كور كتير جدا جايه عليه. وبعدها بيجي لهم كوره ثابته، وفلاديمير بيطلب من لاعب احول ان هو اللي يشوطها عشان ما يكسبوش المباراه، بس كار بيخرج من الحمام وبيقول له نشل عليا انا، وفعلا الاحول بينشل عليه بس بتيجي في الجون وبيقدروا يفوزوا بالمباراه. وبكده فلاديمير هيفضل قاعد يوم كمان، وبيكلم نادية وبيعرفها على اللي حصل وانه مش هيقدر يجي بكره برضه عشان لسه تعبان. وبعدها بياخد الاطفال وبيخليهم يشيلوا حاجات تقيله جدا طول الليل عشان يكونوا تعبانين في المباراه بتاعت بكره. وتاني يوم بيروح يحبس الحارس الجديد وبيلعبوا المباراه بس هم تعبانين. بيخش في الشوط الاول فيهم 3 اجوان وبيكونوا بيخسروا ومتحطمين من جواهم. وبعدها فلاديمير بيروح يكلم كار وبيقول له ما تزعلش انه مجرد لعبه. قال له انا كان نفسي اطلع في التلفزيون. قال له عشان تكون مشهور؟ قال له لا، عشان نفسنا اهلنا تشوفنا وممكن تعرفنا وتلاقينا ونرجع تاني لاهلنا. وفلاديمير بيحس بالذنب جدا في اللحظه دي، وبيرجع يخرج الحارس وبيروح بيه على غرفه الملابس بتاعتهم، وبيكونوا مش عاوزين يكملوا الشوط التاني، بس فلاديمير بيعترف لهم ان هو كان عاوزهم يخسروا وان هو حبس الحارس بتاعهم وادى علاج عشان يتعب كار. وبعدها زعلوا منه جدا وفضلوا يضربوا فيه، بس عرفوا ان هم هيقدروا يكسبوا، ورجعوا للمباراه في الشوط التاني وقدروا يسجلوا اول هدف. وفلاديمير اول مره يفرح بفوزهم، وقدروا يسجلوا التاني والتالت وبقت النتيجه 3-3. وبعدها بيقدروا يجيبوا هدف الفوز وبيكونوا فخورين جدا انهم قدروا يكسبوا. وفلاديمير اول مره يفرح من قلبه ليهم وبيكون فخور بيهم جدا، وبيتاهلوا للمباراه النهائيه في البطوله وبتكون امام فريق كيلادوف. وفلاديمير بيروح لكيلادوف وبيوروا له الشيت هو مسجله ليه، وكيلادوف كان بعته المكان دوت عشان ينقل بضاعه هو والاطفال، بس كان بيصوروا عشان يساوموا بعد كده، وقال له ان انت كده اكنك انت اللي سرقت ومحدش هيعرف الحقيقه. وبيقول له لازم تخسر البطوله لإلا الاولاد كلها تتسجن. وبيروح يتكلم مع الاولاد بس المره دي بيقول لهم الحقيقه وبيعرفهم على كل اللي حصل، وبيحطوا خطه عشان يسرقوا المفتاح بتاعه. وفلاديمير بيقول لهم ان هو بيقلع الجاكيت بتاعه بعد ما الفريق بتاعه بيسجل 3 اهداف، فانتوا لازم تخليهم يسجلوا 3 اهداف الاول. وبتبتدي المباراه وبيقدروا يجيبوا الجون الاول، بعدها كار بيعمل نفسه اكن بطنه وجعاه وبيسجلوا فيهم الجون الثاني وبعدها الثالث. والمدرب بيكون بيقلع الجاكيت بس بيفتكر ان في المفتاح وما بيرضاش يقلعه، بس مديرة المدرسة بتضحك عليه وبتاخد منه الجاكيت وبتدي المفتاح لفلاديمير، وبيروح عشان ياخد الديسك من مكتبه. وفعلا بيروح وبيقدر يفتح الخزانة وبيقدر يوصل للهارد اللي عليه الفيديو، وبيكلم المديرة وبيقول لها ان الهارد معايا. وبتبدأ المباراة الحقيقية ما بين فريق من اطفال الشوارع وفريق مبني على الظلم، وبيقدروا يسجلوا الهدف الاول وبعدها الهدف الثاني وبيقدروا يسجلوا الهدف الثالث، وبتكون النتيجة 3-3. وكيلادوف بيشوف فلاديمير وبيشوف معاه الهارد وبيفضل يجري وراه، وبيشوفه بيحط الهارد في الكاس وبيجري بسرعة عشان ياخده، بس نادية بتوصل في الوقت المناسب وبتقدر تاخد الكاس وبعدها بتديه لفلاديمير وبيفضل يجري بيه. وحارس الفريق بيجيله كرة وبياخدها وبيجري بيها وبيعدي من كل اللعيبة وبيقدر يوصل لحد الجون وبيقدر يسجل هدف الفوز أخيرا، ويقدروا يفوزوا أخيرا وبيعملوا حاجة يكونوا فخورين بيها. وفلاديمير بيجيلهم بالكاس وكلهم بيكونوا فخورين إنهم قدروا يكسبوا. وفلاديمير أخيرا بيتجوز البنت اللي بيحبها وبيعمل حفلة لكل الأولاد، وبيخلص فيلمنا على كده. لو عجبك الفيلم انزل اشترك في القناة ولايك عشان يدعمنا استمر. سلام.